السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد من مجموعة فيديوهات تعليمية خاصة بطرق صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية مقدمة من ميركير. معاكم محمد شعلان، كيميائي متخصص في صناعة مستحضرات التجميل. النهاردة هنعمل سيروم طبيعي للبشرة باستخدام النياسيناميد والبايتين مع مكونات تانية. كل المكونات والكميات اللي هنحتاجها عشان نعمل السيروم بتاعنا موجودة في PDF لينك الموجود في الديسكريبشن أو في أول تعليق. أول حاجة هنبدأ نضيف النياسيناميد على الماء المقطر وندوبه كويس جدا لحد ما يدوب. النياسيناميد مهم جدا للبشرة لأنه بيقلل من الالتهابات والإحمرار وبيرطبها، كمان بيقلل من نسبة إفراز الدهون اللي موجودة في البشرة. بعد كده هضيف البايتين أو فيتامين بي 7 وهخلطهم كويس قوي علشان أضمن الذوبان الكامل. البايوتين مفيد للبشرة لأنه بيحسن ترطيب البشرة وبيدعم مرونتها، كمان بيدعم إصلاح وتجديد البشرة وبيقلل الجفاف والتقشر. بعد كده هضيف حمض الأسكوربيك أو الفيتامين سي. الأسكوربيك أسيد مفيد جدا للبشرة لأنه بيفتح البشرة وبيقلل من الصبغات، كمان بيستخدم كمضاد للأكسدة وبيعزز إنتاج الكولاجين اللي موجود في الجسم علشان يشد البشرة. وهضيف بعد كده حمض اللاكتيك أسيد اللي بيساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد الخلايا الجديدة، وبيشتغل على تفتيح لون البشرة وبيقلل من الصبغات والبقع الداكنة اللي موجودة في البشرة. للمرحلة دي أنا هجهز مزيج صمغ الزنفان مع الجليسرين وأدوبه كويس علشان أتفادى أي تكتلات ويبقى عندي محلول ممتزج، وهضيف عليه المحلول اللي أنا عملته وأخلطهم تمام مع بعض وأدوبهم لحد ما يمتزجوا تماما. أهم شيء إن أنا دايما لما بحط كل المكونات بتاعتي أتأكد إن تم خلطها بطريقة سليمة وإن هي كلها دابت علشان يبقى عندي محلول ممتزج متجانس من غير أي تكتلات أو ترسيبات. هضيف بعد كده الفيتامين اي، وفيتامين اي مفيد جدا للبشره لانه بيحمي البشره، بيستخدم كمضاد للاكسده، بيساعد على التئام الجروح واصلاح البشره، وكمان بيحافظ على الرطوبه والنعومه بتاعه البشره. طبعا بما اني عندي في السوليوشن بتاعي في احماض زي الاسكوربيك اسيد واللاكتيك اسيد، فمعنى كده ان السوليوشن بتاعي درجه الحمضيه بتاعته عاليه، فهنا انا كنت عامل محلول الصوديوم بايكربونات اللي هضيفه على المحلول الاساسي بتاعي علشان اظبط البي اتش بتاعي. بيكربونات الصوديوم مهمه جدا للبشره لان هي بتستخدم علشان ازاله خلايا الجلد الميته، بتوازن درجه الحموضه بتاعه البشره، كمان بيقلل من حب الشباب والالتهابات زي الاكني والاكزيما، وبيهدي الالتهابات والتهيج وبيفتح لون البشرة. طبعا أنا بضيف السوليوشن بتاعي اللي أنا عملته ده جزء جزء مش مرة واحدة، نتيجة إن السوليوشن بتاعي فيه أحماض والصوديوم بايكربونات دي حاجة قاعدية، فلما هضيفها عليه هيحصل فوران، فلازم أضيفها جزء جزء علشان أتفادى الفوران ده. وهقلبهم كويس جدا علشان أضمن إن كل المكونات تفاعلت مع بعضها لما أجي أقيس ال pH. أنا هنا قِست الpH بتاعي وطلع 5.5، فأنا تمام، أنا في الrange لإن الrange بتاع البشرة الpH بتاع البشرة من 5 ل6.5، فأنا كده في الrange بتاعي تمام. في المرحلة دي هابدأ أضيف المادة الحافظة اللي هي البيكرول WS1، وهاضيف العطر. أنا استخدمت هنا نوع من أنواع العطر الخاص بالريحان، بس طبعًا كل واحد يستخدم العطر حسب الاختيار بتاعه اللي بيريحه. نجيب بعد كده الكونتينر بتاعي، ودايمًا لازم أتأكد إن الكونتينر بتاعي يكون نضيف وجاف عشان أتفادى أي مصدر لنمو البكتيريا، وهاعبي فيه أو هافضّي فيه السوليوشن بتاعي عشان أقدر أستخدمه. بالنسبة لطريقة الاستخدام، بيستخدم السيرم ده مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما باصحى من النوم مباشرةً، ويُفضّل إن ما أتعرّضش لأشعة الشمس لمّا أحط السيرم ده، ومرة تانية بالليل قبل النوم علشان يساعد على تجديد خلايا البشرة وشدّها وإزالة الخلايا الميتة. أتمنى إن فيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، شاركونا برأيكم في التعليقات، وتقولوا لنا لو حابين تشوفوا منتج معين نقدر نعمله لحضراتكم، اكتبوا لنا برضه في التعليقات. كمان خلال نهاية كل شهر بإذن الله هنعمل سحب على أكتر الأشخاص أو الناس اللي بتتفاعل معانا خلال الفترة دي من التعليقات أو المشاركة أو كده، وهنبعت لهم المنتج اللي إحنا بنعمله
في الفيديو المحدد اللي إحنا هنختاره، ساعتها نبعت لهم المنتج ده هدية ليهم مجانا. شكرًا لحضراتكم وأشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.